أهلا بيكم. النهاردة هناخد possessive pronomen. Was sind possessive pronomen؟ ما هي ضمائر الملكية؟ تعالوا نتعرف عليها. ضمائر الملكية في اللغة الألمانية possessive pronomen هي الضمائر التي تعبر عن ملكية الشخص للأشياء، وهي أداة تسبق الاسم لتدل على ملكيته لشيء ما أو ملكية شيء لشخص آخر، ويتم استعمالها بدلا من أداة النكرة. فلكل اسم الضمير الخاص به وفقا لنوعه، سواء كان مذكر أو مؤنث أو محايد، كما يختلف شكل الضمير وتصريفه وفقا لموقعه في الجملة أو في الحالة الإعرابية له. ويتم تحديد ضمائر الملكية مثل ماين، زاين وداين حسب الضمائر الشخصية إش ودو وإيا، سواء كان المتحدث مفرد أو جمع. ويتم وضع نهايات ضمائر الملكية حسب جنس الاسم الذي تحل محله، وحسب حالته الإعرابية أو حالة النوميناتيف أو النص الأكوزاتيف أو الداتيف. شكلك رحت مني، ثواني هديك أمثلة عليها، بس الأول نتعرف على أدوات البوسيسيف برونومن الأول. إش، ماين، دو، داين، er, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, eier, sie, er وزي للاحترام ihr. Beispiel für Possessive Pronomen im Deutschen. أمثلة على ضمائر الملكية في اللغة الألمانية. المثال الأول: Wo ist dein Auto؟ أين سيارتك؟ dein هنا عائدة على البيرسونال برونومن du. المثال الثاني: Sein Freund trinkt keine Cola. صديقك لا يشرب الكولا. sein هنا عائدة على البيرسونال برونومن er. ihr Gelde ist weg. نقودها ضاعت. ده المثال الثالث. ihr هنا عائدة على البيرسونال برونومن sie. Das ist dein Vater. dein هنا عائدة على البيرسونال برونومن du. خلصنا فيديو النهاردة عن ضمائر الملكية. الفيديو الجاي هناخد ضمائر الملكية في الحالات الإعرابية المختلفة: بلورال، نويترال، فيمينين und maskulin. Auf Wiedersehen.